رسالة لتركي آل الشيخ من تحت البطانية، يعني تقدر تقول عشان الجو تلج وبتاع. المهم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير عشان الفيديو ده جميل. المهم الرسالة دي بتقول ايه؟ اولا يا سيدي، من بعد ما شفت مسلسل ارطغرل الجزء الاول والتاني والتالت والرابع والخامس، ودخلنا بعد كده على عثمان وبعدها على أورهان، وما زالت المسلسلات التركية التاريخية تتوالى، وبسم الله ما شاء الله بقى ليها تأثير كبير جدا جدا في العالم العربي. تقدر تقول اتسعت رقعة المسلسل التركي بتاع أرطغرل لأكتر من 150 دولة مثلا، واترجمت للغات كتيرة، وبقى ليه صيت كبير جدا جدا. وأصبح كمان المسلسل دون ليه انتشار كبير جدا جدا، وعرفنا من خلاله أرطغرل وعثمان والدولة العثمانية الجميلة، وحاجة حلوة جدا جدا. ضيف إلى ذلك يا سيدي التاريخ وما إلى غير ذلك من القصص الدينية الجميلة اللي احنا شفناها في المسلسل. بصراحة حاجة فظيعة جدا جدا جدا. طيب هنا بقى المستنبط من الكلام ده كله ايه بقى؟ ليه بقى تركي آل الشيخ او المنتجين العرب اللي هم معاهم فلوس كويسة وحلوة ومحترمة بيعملوا مسلسلات في رمضان، وبيعملوا مسلسلات تاريخية، او بيعملوا مسلسلات مايصة والكلام ده كله؟ ليه ما يعملوش مسلسل زي أرطغرل؟ ليه؟ ليه وانت اصلا يعني الرسالة دي خاصة لبتوع السعودية، والسعودية فيها تاريخ كبير جدا جدا جدا. يعني بداية، تقدر تقول بداية من ايه؟ انت لو احصيت التاريخ بتاع السعودية يكفي بس ان فيها مكة المكرمة، ويكفي فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وما الى غير ذلك من التاريخ والقصص الدينية التي لا تمل ولا يعني، وما تزهقش، ما تزهقش من انك انت تسمع السيرة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو جبت صحابي من الصحابة الأجلاء العظماء وعملت لهم مسلسل تاريخي او عملت لهم قصة تاريخية او الكلام ده كله، هتطلع حاجات حلوة جدا جدا. يعني عندك عبد الرحمن بن عوف، عندك ابو بكر الصديق، عندك عثمان، علي، خالد بن الوليد، ابو عبيدة، طلحة. عندك بسم الله ما شاء الله يعني صحابة اجلاء كتار جدا جدا جدا. فليه احنا ما نستخدمش الكلام ده ونعمل عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعمل حاجات حلوة كويسة جدا زي مسلسل أرطغرل وما إلى غير ذلك من الكلام ده كله. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة، واكتبوا لنا ايه أجمل قصة تاريخية ممكن يعني يعملوا مسلسل عشانها. ويا ريت يعني لو في أفكار زيادة يعني تزيدوا على الفيديو ده وتعملوا شير. أتمنى والله إن هو يبقى فيه مسلسل إسلامي تاريخي